السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف الثاني الثانوي، يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلام. إن شاء الله معادنا مع محاضرة جديدة في منهج الفيزياء، والمحاضرة يعتبر من المحاضرات المهمة عندي جدا 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 جدا، وتقريبا انت خدت المحاضرة دي قبل كده في إعدادي. فعايزك كده تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ كده ورقة وقلم ونجهز حاجتنا ونبدأ مع بعض المحاضرة. النهارده يا شباب نتكلم في فصل جديد بيتكلم على حاجة اسمها الحركة. حلو، يعني ايه اصلا جسم بيتحرك؟ لو انا دلوقتي واقف كده، هل انا دلوقتي ساكن ام متحرك؟ ساكن. ليه ساكن؟ عشان ما بتحركش. يعني ايه بقى ما بتحركش؟ طب لو عملت كده، انا كده بيحصل ليه؟ انا كده بتحرك، صح كده؟ فيعني ايه حركة؟ الحركة ان انا ابدأ اغير مكاني. الحركة هنا معناها ايه؟ ان انا ابدأ اغير مين؟ اغير مكاني. يبقى لما اجي اتكلم كده على مفهوم الحركة، يعني ايه اصلا الحركة؟ قال لي الحركة يا شباب هو عبارة عن تغير موضع جسم. تاني كده، يعني ايه اصلا حركة؟ الحركة دي يا شباب هي مفهومها عبارة عن ايه؟ تغير موضع مين؟ موضع جسم. موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر. يبقى الحركة مفهومها تغير موضع جسم بالنسبة لجسم ساكن. يبقى عشان يتقال ان الجسم عندي جسم بيتحرك، يبقى شرط اساسي ان الجسم يبدأ يغير مكانه. في الحالة ديت انا ببدأ اقارن نفسي، مثلا ده كده الفريم بتاع الصبارة عندي، فانا واقف هنا، فانا اتحركت. حلو، فانا غيرت مكاني بالنسبة لمين؟ لجسم تاني بنقول عليه جسم ايه؟ ساكن. الجسم الساكن ده يا شباب بنسميه حاجة اسمها نقطة مرجعية. بنسميها حاجة اسمها نقطة ايه؟ مرجعية. يبقى الحركة هي عبارة عن تغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر ساكن. طب السؤال، هو أنا كده بتحرك؟ طب والمروحة بتتحرك؟ بتتحرك. طب الأرض حول الشمس بتتحرك؟ بتتحرك. طب القمر حول الأرض بيتحرك؟ طبعا بيتحرك. هل الحركة دي كلها زي بعضها؟ قال لي لا. قال لي هنا يا شباب أنا عندي أنواع للحركة. أنواع مين؟ أنواع الحركة. قال لي الحركة دي يا شباب أنا هقسمها لنوعين. حلو، هتقسمها لإيه وإيه يا عمنا؟ قال لي أنا هقسمها لحركة هسميها حركة انتقالية، وحركة تانية هسميها حركة دورية. يبقى تاني كده واحدة واحدة. يبقى الحركة كم نوع؟ نوعين. حركة بسميها حركة انتقالية، وحركة تانية بسميها حركة ايه؟ دورية. يعني ايه اصلا حركة انتقالية؟ اي حركة ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية تسمى بالحركة الانتقالية. تاني، اي حركة تقدر تحدد فين بدايتك وفين نهايتك تسمى بالحركة ايه؟ الانتقالية. يبقى الحركة الانتقالية حركة لها بداية ونهاية. حلو. طب والحركة الدورية؟ تعال نبص كده ونبص حوالين على المروحة. المروحة عندي بتلف، بس في الحالة ديت المروحة بتبدأ تكرر حركتها، يعني بتلف بتعيد وتزيد، بتكرر الحركة بتاعتها، بس تعالى كده على فترات زمنية متساوية. بمعنى سيادتك عندك الأرض بتلف حوالين الشمس، صح؟ كل قد إيه؟ صح؟ كل 365 يوم وربع. فهي بتلف لفة كاملة كل 365 يوم وايه؟ وربع. فتسمى الحركة بتاعتي دي بالحركة الدورية. ليه سميتها بالاسم دي؟ قال لي لأنها تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية. يبقى حركة لما تبدأ تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية تسمى حركة دورية. طب والحركة اللي بتبدأ
او بتكون لها بداية ولها نهاية بنسميها حركة ايه؟ انتقالية. يبقى ايه الحركة الانتقالية؟ اي حركة لها بداية ولها نهاية. مثال حركة القطر. القطر هنا بيتحرك في خط مستقيم، ليه بداية محطة وليه نهاية المحطة اللي هيقف فيها، صح؟ تمام. سيادتك لو انا مسكت القلم وحدفته في دماغك، ده حركة انتقالية، ليه بداية وليه نهاية. بدايته من عند ايدي وان شاء الله نهايته في دماغك، يبقى دي ليه بداية وليه نهاية. سيادتك الطلقة اللي بتطلع من المسدس حركة، قال لي حركة انتقالية، ليه؟ عشان ليها بداية وليها نهاية. يبقى أي حركة هبدأ أحدد البداية والنهاية بتاعتها تسمى بالحركة مين؟ الانتقالية. طب والحركة الدورية؟ الحركة الدورية يا شباب أنواع. بص، الحركة الدورية فيها 3 أنواع، في منها دائرية، وفي منها حركة اهتزازية، وفي منها حركة موجية. حركة الدائرية زي حركة القمر حول الأرض، دي حركة دورية دائرية، يعني دائرية يعني بتلف في مسار دائري. والحركة الاهتزازية مثال عندك بسيط، عندك حركة البندول. البندول هنا يا شباب عارفين البندول بيبدأ يتحرك يمين وشمال، فالحركة برضو بتاعته بتقال عليها حركة دورية بس نوعها اهتزازية. عندي برضو الملف الزنبركي، السوستة. لو عندي سوستة زي كده وانا معلقها بثقل من تحت وشدتها من تحت هتفضل تطلع وتنزل، فالحركة دي برضو اتقال عليها حركة ايه؟ حركة دورية. لو انت جبت استك والاستك ده سيادتك ربطته زي كده وشدته لتحت فبيبدأ يتحرك لأعلى ويبدأ يتحرك لأسفل، برضو الحركة بتاعتي حركة دورية اهتزازية. الحركة الموجية اللي هي حركة الصوت والضوء عندي. حلو. يبقى هنا يا شباب لما ابدا اعرف ايه هي الحركه، يبقى مفهوم الحركه هو عباره عن ان انا ابدا اغير موضع جسمي، ان انا ابدا اغير مكاني بالنسبه لموضع جسم اخر ساكن. مثلا نخله حلوه زي كده ولا شجره جميله اهي، ديت موضع ساكن انا بعدت عنها، يبقى انا اتحركت، فالحركه بتاعتي تسمى حركه انتقاليه. ليه؟ ليا بدايه وليا نهايه. طب لو فضلت اكرر في حركتي بس شرط اساسي على فترات زمنيه متساويه يتقال عليها حركه دوريه. يبقى الدوريه بتبدا تكرر نفسها على فترات زمنيه ايه؟ متساويه. تعال نحط كده من سؤال صغير. لو جيت قلت لك في الامتحان حركه القمر حول الارض هي من انواع الحركه، صح؟ الدوريه. بس انا لو جيت قلت لك في الامتحان خلال ليله، هل القمر يقدر يلف لفه كامله حوالين الارض في ليله؟ لا. سيادتك الارض بتاعتي ولا القمر عندي؟ القمر ده يا شباب عشان يلف لفه كامله محتاج 30 يوم حوالين الارض. طب خلال ليله اصبح ليا بدايه وليا نهايه. تاني كده معايا، خلال فتره معينه اصبح ليا بدايه وليا ايه؟ نهايه. فيتقال على حركه القمر حول الارض خلال ليله هي حركه انتقاليه. بس الانتقاليه دي يا شباب في مسار، هل بيتحرك في خط مستقيم؟ لا، بيتحرك في خط منحني، فبقول له حركة انتقالية في مسار منحني. في مسار ايه؟ منحني. يبقى حركة القمر حول الأرض خلال ليلة هي حركة انتقالية في مسار مين؟ في مسار منحني. عود نفسك كده يا شباب، لو أنا جيت قلت لك حركة أي جسم حركة دائرية وحطيت لك جنبها فترة زمنية، بس خلي بالك هقول لك مثلا قمر وأرض. القمر بيلف حوالين الأرض في 30 يوم.
طب انا قلت لك خلال ليله، خلال ليلتين، خلال 3، هو كده لحد دلوقتي ما قدرش يلف لفه كامله. فلو انا برصد القمر بتاعي هيكون ليه موضع بدايه وهيكون ليه موضع نهايه. فالحاله ديت ما اقدرش اقول عليه حركه دوريه، يتقلب حركه ايه؟ انتقاليه في مسار مين؟ في مسار منحني. يبقى دي بالنسبه لحاجه اسمها ايه؟ الحركه. يبقى تاني كده يا شباب، في استعد بالله اسف اقول الحصه، سيادتك بتقول لي اي مفهوم حركه هو تغير موضع جسم بالنسبه لموضع جسم اخر ساكن. الجسم الاخر الساكن ده بنسميه نقطه مرجعيه، نقطه برجع لها او بشوف جسمي بعد عن النقطه دي ولا قرب منها. 2، الحركه كم نوع؟ نوعين، لا اما حركه ايه لا اما حركه ايه، لا اما حركه انتقاليه لا اما حركه دوريه. الحركه الانتقاليه دايما لها بدايه ولها نهايه، اما الحركه الدوريه بتبدا تكرر نفسها على فترات زمنيه ايه؟ متساويه. سيادتك خلي بالك في الحركه الدوريه لما احط جنبها زمن اسال نفسك هل خلال الزمن ده انا لفيت لفه كامله ولا لا؟ لو ما لفتش لفه كامله في الحاله ديت انت ما بقتش دوريه، انت بقيت انتقاليه. طب تعالى كده بعد كده هناخد مفهوم صغير مع بعض يسمى بمفهوم السرعه. بس قبل ما اقول السرعه تعالى كده يا شباب نقسم الكميات الفيزيائيه. احنا خدنا تقسيمه قبل كده للكميات الفيزيائيه، كنا قسمناها لكميات فيزيائيه اساسيه وكميات فيزيائيه بنسميها كميات فيزيائيه مشتقه. اما الكميات الفيزيائيه النهارده انا هقسمها لاتنين، الكميات الفيزيائيه. هعمل الاتنين، لا اما يكون عندي كميات بنسميها كميات فيزيائيه قياسيه، لا اما يكون عندي كميات فيزيائيه بنسميها كميات فيزيائيه متجهه. معلش التقسيمه دي انا عايزها. يعني ايه اصلا كميه فيزيائيه قياسيه ويعني ايه كميه فيزيائيه متجهه؟ الكميه الفيزيائيه القياسيه دي شباب كميه يكفي لتحديدها معرفه مقدارها فقط. تاني، كميه يكفي او يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط. بمعنى لو قلت لك الساعة كام في ايدك فانت هتبص هتقول لي مثلا الساعة 7 الصبح مثلا. سيادتك 7 الصبح دي شمالا ولا جنوبا؟ ايه العبط ده؟ ايه شمالا ولا جنوبا؟ هو في اصلا زمن في الاتجاه؟ لا. لو جيت قلت لك انا عايز احسب طولي فانت قلت لي طولك مثلا 1.5 متر، فانا بقول لك شرقا ولا غربا؟ ايه ده؟ ملهاش لازمه برضه. بتروح عند بتاع الفاكهه والنبي يا عمنا اوزن لي 2 كيلو شمالا. تعبيط يا ابني، هيخبطك في حاجه في ايده، صح كده؟ هنا الاتجاه ملهوش لازمه، صح؟ فتسمى كميه فيزيائيه قياسيه. انا الكميه دي انا عايز اعرف بس مقدارها، عايز اعرف الساعه كام، عايز اعرف طولك، عايز اعرف كام كيلو، بس ما يلزمنيش الاتجاه. الاتجاه هنا ملوش اي لازمه، فتسمى كميه فيزيائيه قياسيه. يبقى الكميات الفيزيائيه القياسيه هي كميه عشان تعرفها انا محتاج اعرف مقدارها فقط، مقدارها بس. تمام. زي مين يا مستر؟ زي مثلا المسافه، زي الكتله، زي الطول، صح كده؟ زي السرعة، بس في الحالة دي بنسميها سرعة قياسية. طب في كميات تانية أنا محتاج الاتجاه. سيادتك لما تكون نازل مثلا تقابل واحد صاحبك، تقابل واحد إيه؟ صاحبك، فبتقول له أنا مستنيك عند المكان الفلاني، عند الصيدلية الفلانية. بيقول لك إيه؟ أنت بص امشي بس 100 متر قدام، أيوه، وأول شارع يقابلك وادخله يمين. هنا عشان انت توصل له كان لازم يديك حاجتين، يديك مقدار ويديك اتجاه. انا قلت لك امشي 100 متر لقدام واول شارع هيقابلك ادخله يمين، فلو ما كنتش قلت لك الاتجاه مستحيل توصل، صح؟ يبقى في الحاله دي الكميه دي من غير الاتجاه ملهاش لازمه، فدي يعتبر كميه فيزيائيه متجهه. يبقى الكميه دي عشان تتعرف يلزمها معرفه مقدار
واتجاه. فالحالة دي بيتقال عليها كمية فيزيائية ايه؟ متجهة. سيادتك مثال ليك الإزاحة. الإزاحة كمية فيزيائية متجهة. القوة كمية فيزيائية متجهة. السرعة بس هنا هنسميها سرعة متجهة. ليه؟ عشان يلزمني مقدار واتجاه. حلو؟ يبقى الكميات الفيزيائية نوعين، لا إما قياسية لا إما إيه؟ لا إما متجهة. القياسي عشان تعرفه يلزمك معرفة مقدار فقط، بينما المتجه عشان تعرفه يلزمك مقدار واتجاه. اي كميه لو حطيت الاتجاه ولقيت الاتجاه ليه لازمه، فالكميه دي وانت مغمض هي كميه فيزيائيه متجهه. لو لقيت سيادتك الاتجاه ملوش لازمه، يبقى وانت مغمض دي كميه فيزيائيه قياسيه. بص كده معايا، في مفهومين صغيرين خالص عايزين نوضحهم في الاول، الا وهو مفهوم المسافه وهو مفهوم الازاحه. يعني ايه اصلا مسافه ويعني ايه ازاحه؟ بص، المسافه دي كميه قياسيه يلزم لمعرفتها مقدار فقط، بينما الازاحه كميه متجهه يلزم لمعرفتها معرفه مقدار واتجاه. تعال نفرق ما بينهم. اولا نكتب هنا مسافه ونكتب هنا الازاحه على الهادي كده ويصلوا على رسول الله. انا جيت قلت لك انا مشيت من الف الى ب، مشيت 5 متر، وجيت بعد كده قلت لك انا مشيت من الف الى ب، وبعد كده رجعت تاني لحد د، مشيت 5 متر ورجعت 2 متر. جيت بعد كده قلت لك انا مشيت من الف الى ب 5 متر ورجعت تاني لحد الف 5 متر. جيت قلت لك بعد كده انا مشيت من الف الى ب مرورا ب وصولا الى د. انا ماشي كده، مشيت 5 متر و2 متر ومشيت 5 متر. بعد كده بقول لك انا مشيت من الف الى د 3 متر وبعد كده مشيت 4 متر. فسؤالي، تعال نمسك واحده واحده كده واحده واحده مع بعض، الا وهي بص يا صاحبي، انا لما جيت قلت لك انا عايز احسب المسافه، انت مشيت من الالف لمين؟ مشيت من الالف لب. المسافه من الف لب كم متر؟ 5. يبقى في الحاله دي المسافه بتساوي كام؟ بتساوي 5. طب انا دلوقتي مشيت 5 متر ورجعت 2 متر، يبقى انا مشيت كله كام؟ مشيت 7. يبقى انا هنا مشيت 7 متر وهنا مشيت 5 متر. طب لو قلت لك انا مشيت 5 ورجعت 5، يبقى انا مشيت كام؟ كل اللي انت مشيته 10 متر. طب لو قلت لك مشيت 5 وبعد كده 2 وبعد كده 5، يبقى كل اللي انا مشيته 12 متر. طب لو هنا قلت لك انا مشيت 3 ومشيت 4، يبقى كل اللي انا مشيته 7 مين؟ 7 متر. يبقى انا هنا في المسافة دايما بجمع اللي انا مشيته. يبقى ايه هي المسافة؟ هو طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من موضع بدايته الى موضع نهايته. يبقى المسافة بجمع اللي انا مشيته. انا مشيت اهو، مشيت 2 3 5 6 7 8 10 12 عايز احسب المسافة، اجمع كل اللي انا مشيته. يبقى دايما في المسافة بجمع اللي انا بمشيه. دايما في المسافة بعمل ايه؟ بجمع اللي انا بمشيه. طب والازاحة؟ دايما الازاحة ده كده دايما بوصل نقطة بداية بنقطة نهاية. الازاحة دايما بوصل خط مستقيم بين موضعي البداية والنهاية. دايما في الازاحة عشان تحسب اي ازاحة في الدنيا
بتوصل خط مستقيم بين مين ومين؟ بين موضع بدايتك وموضع نهايتك. مثال، انا دلوقتي يا باشا جيت قلت لك هنا احسب لي المسافه، احسب لي الازاحه، فانت يا محترم بتقول لي ايه؟ وصل خط مستقيم ما بين البدايه والنهايه. ماشي، وصلت خط مستقيم بين البدايه والنهايه. ايه ده؟ يبقى الازاحه هنا بكام؟ اهو انا مشيت من الف لب، فانت بتقول لي وصل خط مستقيم بين البدايه والنهايه. الخط ده طلع 5 متر، يبقى الازاحه هنا بكام؟ ب5 متر. هنا الازاحه ساوت المسافه، صح؟ امتى؟ امتى الازاحه بتساوي المسافه؟ الازاحه بتساوي المسافه لو الجسم بيتحرك في خط مستقيم واتجاه واحد. لو ماشي في خط مستقيم واتجاه واحد، ولا رحت يمين ولا رحت شمال، في الحاله دي المسافه بتساوي مين؟ بتساوي الازاحه، بنفس المفهوم. طب تعالى هنا، انا قلت لك تحت انا مشيت 5 متر ورجعت 2 متر. طب لو عايز احسب المسافه، الازاحه، فانت بتقول لي الازاحه وصل البدايه بنهايه. اهو وصلت البدايه بالنهايه، يبقى الحته دي ب3 متر. يبقى هنا الازاحه بكام؟ ب3، بس شرط اساسي يلزمك اتجاه. فاكرين الاتجاهات يا شباب؟ شمال، جنوب، شرق، غرب، صح؟ يبقى لما اقول لك المسافه هنا، المسافه هنا ب7، طب والازاحه وصل بدايه بنهايه. طب لما توصل البدايه بالنهايه في خط، خلي بالك البدايه والنهايه دايما خط مستقيم، ماشي، وصلت البدايه بالنهايه خط مستقيم، طلع كام متر؟ 3. يبقى الازاحه 3 متر، بس انا ماشي في الاتجاه ده، يبقى انا ماشي في الاتجاه مين؟ الشرق. طب تعالى، قلت لك انا رحت 5 ورجعت 5. ايه ده؟ رحت 5 ورجعت 5، يبقى المسافة ب10. طب والازاحة؟ انا رجعت لنقطة البداية، اذا الازاحة ب0. يبقى الازاحة ب0 امتى؟ لما الجسم يعود الى نقطة ايه؟ بدايته. طب هنا الجسم بيتحرك 5 وتحرك 2 وتحرك 5، يبقى المسافة ب12. طب والإزاحة؟ الإزاحة وصل خط مستقيم بين موضعي البداية والنهاية. الخط المستقيم الشكل ده قافل معاه مستطيل، يعني كل ضلعين في وش بعض بيساووا بعض، يبقى الإزاحة هنا بكام متر؟ ب2 متر. يبقى دايما المسافة بجمع اللي أنا بتحركه، دايما الإزاحة بوصل خط مستقيم بين موضعي بداية وموضعي نهاية. حلو، هنا أنا بدايتي وده نهايتي، وصلت خط مستقيم. إيه ده؟ الشكل قافل مثلث؟ وده قائم وده وتر، أنا عايز أحسب ده، فأنت بتقول لي سهلة، الوتر ربع ربع اجمع كله تحت الجذر، يديك كام؟ يديك جذر 25 يديك 5. يبقى انا لو حبيت احسب وتر في مثلث احسبه ازاي؟ ربع ربع اجمع كله تحت الجذر. طب لو الشكل قافل معايا مستطيل، فانا بوصل بدايه بايه؟ نهايه، وكل ضلعين في وش بعض بيساووا بعض. طب سيادتك امتى المسافه تساوي الازاحه؟ لما الجسم يتحرك في خط مستقيم واتجاه واحد، يبقى في الحاله دي المسافه بتساوي الازاحه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني، المسافه دايما بجمع اللي انا بمشيه، والازاحه دايما بوصل نقطه بدايه بنقطه نهايه. بعد كده سيادتك هناخد مفهوم دلوقتي، الا وهو مفهوم السرعه. حلو، ايه يعني ايه اصلا السرعه؟ السرعه من تالتة اعدادي كنت بتعرفها، هي المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن، او المعدل الزمني للتغير في المسافه. بس تعالى كده واحده واحده. السرعه يا شباب حاجه اتنين، لا سرعه بنسميها سرعه عدديه، اللي هي ما بين قوسين حاجه اسمها قياسيه، لا سرعه تانية بنسميها سرعه متجهه. والسرعه المتجهه دي احنا هنقسمها لاتنين، لا سرعه متجهه منتظمه، لا سرعه متجهه
غير منتظمة. حلو حلو. تعال نبدأ كده واحدة واحدة ونمسك. أولا يا محترم، قال لك أنا ممكن وصف السرعة بلفظين، واحد ألا وهي السرعة العددية. كلمة سرعة عددية اللي هي السرعة القياسية. طب السرعة القياسية يا شباب ديت يلزمها معرفة مقدارها فقط، صح؟ مقدارها بس. يبقى أنا محتاج إيه؟ محتاج مسافة ولا إزاحة؟ محتاج مسافة. ليه؟ عشان دي كمية قياسية. لما بدأ يعرف يعني إيه أصلا سرعة عددية، قال لك هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. دي اسمها سرعة مين؟ عددية. ليه؟ عشان بتكلم على كمية قياسية فناخد مين؟ المسافة. يعني السرعة العددية يلزمها ايه؟ قال لي يلزمها مقدار ووحدة قياس فقط. هل يلزمني الاتجاه؟ قال لي لا. بينما السرعة المتجهة هي الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن. أنا قلت هنا مسافة عشان دي سرعة قياسية، وقلت هنا إزاحة عشان دي سرعة إيه؟ سرعة متجهة. يعني السرعة القياسية مسافة والسرعة المتجهة إزاحة. ليه مسافة؟ عشان المسافة دي قياسي. وليه هنا إزاحة؟ عشان الإزاحة دي متجهة. طب قلت لي العددية مقدار ووحدة قياس، هنا يا معلم مقدار ووحدة قياس بس. لا يا باشا، واتجاه. يلزمني معرفة الاتجاه عشان دي كمية ايه؟ متجهة. بقول ان السرعة العددية يا شباب دائما موجبة، بينما السرعة المتجهة قد تكون موجبة أو سالبة. يعني ايه كلمة موجبة أو سالبة؟ تعال أقول لك على حاجة صغيرة. بقول لي أنا هنا يا شباب بفرض اتجاه لحركتي. بمعنى ايه؟ مثلا لو معايا عربية اهي، الله أكبر عليا، والعربية دي بتتحرك في الاتجاه ده، بتتحرك في اتجاه الشرق، وانا قلت ان انا اللي بفرض ان اتجاه الشرق ده هو الاتجاه الموجب. ماشي. لو عندي عربية تانية والعربية دي يا شباب بتتحرك في عكس اتجاهي، بتتحرك غربا، فانا بقول لك ان العربية ألف بتتحرك في الاتجاه الشرق في الاتجاه الموجب، بينما العربية ب بتتحرك غرب. كلمة غرب او لما اقول لك بتتحرك في الاتجاه السالب، معنى كده ان هي بتتحرك في عكس اتجاهي. معنى كده ان هي بتتحرك فين؟ في عكس ايه؟ الاتجاهي. كل اللي انا عايز اوصله لك ان كلمة الموجب والسالب مش قيمة لمقدار السرعة. مش قيمة لمقدار السرعة. يعني مش قيمة، يعني مش قيمة السرعة بالسالب. حلو. بس انا بقول لك ايه؟ انا ماشي في الاتجاه ده، وانا هقول ان الاتجاه ده هو الاتجاه الموجب. اي حاجة جاية عكس اتجاهي فهي جاية في الاتجاه السالب. اي حاجة معايا يبقى دي في الاتجاه الموجب. حلو. كلمة سالب وموجب اللي هو بالبلدي كده عايز اقول لك ايه؟ ماشيين مع بعض ولا عكس بعض. حلو. مش قيمة للسرعة. يعني مش قيمة السرعة بسالب 20، لا هي مش قيمتها. هي هنا عايز اقول لك ان هو جاي فين؟ جاي في عكس ايه؟ الاتجاه. يبقى انا عندي مفهوم السرعة بمفهومين. حاجة اسمها السرعة العددية وحاجة اسمها السرعة المتجهة. السرعة العددية هي سرعة قياسية، يبقى هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. حطيت كلمة مسافة عشان أنا بتكلم على قياسي. بينما السرعة المتجهة هي الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن، يبقى أنا بتكلم على كمية متجهة. السرعة القياسية يلزمها مقدار ووحدة قياس فقط، بينما السرعة المتجهة يلزمها مقدار ووحدة قياس
اتجاه. اما السرعة العددية دائما موجبة، والسرعة المتجهة قد تكون موجبة او تكون سالبة. قد تكون موجبة او تكون ايه؟ سالبة. كلمة موجب وسالب اللي انا بتكلم على الاتجاهات، انا بفرض اتجاه معين انا ماشي فيه، انا ماشي في الاتجاه ده، وهقول ان الاتجاه ده هو الاتجاه الموجب، يبقى اي حاجة جاية عكسي هو اتجاه سالب. صعبة؟ سيادتك فاكر انت وحدة قياس السرعة؟ السرعة بسرعة عامة، وحدة قياسها اهو، وحدة القياس اللي هو متر لكل ثانية، بينما صيغة الأبعاد هي عبارة عن ال تي سالب واحد. احنا قلنا السرعة المتجهة نوعين. السرعة المتجهة يا شباب السرعة المتجهة. السرعة المتجهة دي قد تكون موجبة أو قد تكون منتظمة. سرعة متجهة منتظمة، وسرعة متجهة غير منتظمة اللي احنا بنقول عليها متغيرة. حلو، تعالى نعرف واحدة واحدة كده يعني ايه سرعة منتظمة موجبة، ويعني ايه سرعة منتظمة غير سرعة منتظمة وسرعة غير منتظمة. من تالتة اعدادي كان يقول لك ايه هي السرعة؟ هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. كم نوع يا ابني؟ نوعين، منتظمة وغير منتظمة. امتى اقول منتظمة؟ عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية، وعندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، أو العكس. أو مين؟ أو العكس. تعالى يا باشا ناخد كده واحدة واحدة. يعني ايه سرعة منتظمة؟ هي السرعة التي لو تحرك بها الجسم لقطع، بص كده، إزاحات متساوية في أزمنة متساوية. بمعنى ايه؟ أنا أهو بدأت أتحرك، المسافة من هنا لهنا ب2 متر، خدتهم في ثانية، ومن هنا لهنا 2 متر، خدتهم برضه في ثانية. لما تيجي تحسب السرعة، السرعة عموما هي مسافة على زمن. المسافة هنا بكام؟ 2، والزمن هنا بكام؟ ب1، يبقى السرعة ب2 متر لكل ثانية. طب وهنا برضه إن السرعة برضه ب2 متر لكل ثانية. بعد شوية برضه هتبقى 2 متر لكل ثانية. ليه؟ عشان أنا بقطع مسافات متساوية في أزمنة إيه؟ متساوية، فيتقال عليها سرعة إيه؟ سرعة منتظمة. يبقى السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم إمتى؟ قال لي عندما يقطع مسافات أو إزاحات متساوية في إيه؟ في أزمنة متساوية. طب والسرعة غير المنتظمة أو المتغيرة؟ قال لي هي السرعة التي لو تحرك بها الجسم لقطع، بص إزاحات متساوية في أزمنة غير متساوية، أو إزاحات غير متساوية في أزمنة متساوية. بمعنى أنا أهو سيادتي ماشي، مشيت 2 متر، وبعد كده مشيت 2 متر، بس هنا خدتها في ثانية، هنا خدتها في ثانيتين. لما تيجي تحسب السرعة مسافة على زمن، يبقى 2 على الواحد فيها الاتنين متر لكل ثانية. هنا مسافة على زمن، يبقى السرعة عندي ب1 متر لكل ثانية. في الحالة دي وأنا مغمض، هل السرعة متساوية؟ لا، فبيتقال على السرعة هنا سرعة غير منتظمة. زي كده ما أنت سيادتك تبقى جاي الحصة
ماشي براحتك. بعد كده استنى، ايه ده بتاع اندومي، وقفت شويه جبت الاندومي بتاعك الحلو، بعد كده مشيت، ايه ده شيبسي، جبت لك الشيبسي وانت جاي، فانت سيادتك مش عمال تتمرقع فجاه، ايه ده الحصه ميعادها خلاص هيبدا فاضل دقيقه، فتلاقي نفسك ايه بتتحرك بسرعه. في الاول انت ماشي بسرعه عاديه، سرعه قليله، بعد كده عادي، بعد كده زودت السرعه، فسرعتك هنا عماله تزيد وتقل، انت مش ماشي بسرعه ثابته، فيتقال على السرعه بتاعتك دي سرعه غير ايه؟ غير منتظمه، او سرعه ايه؟ متغيره. حلو الكلام. يبقى انا عندي كم نوع من انواع السرعه المتجهه؟ نوعين، لا اما سرعه متجهه منتظمه، لا اما سرعه متجهه غير منتظمه. طب تعالى واحده واحده. قانون السرعه بسرعه عامه يا شباب، قانون السرعه بسرعه عامه اهو. السرعه هي مسافه على زمن. حلو. سيادتك دول كده مضروبين في بعض، ودول كده مقسومين على بعض. اي حاجه مضروبه هي علاقه عكسيه، بس لازم تقول لي عند ثبوت المسافه. المقسومين هو علاقه ما بينهم علاقه طرديه، بس لازم تقول لي عند ثبوت السرعه. برضك المسافه والسرعه هي علاقه ما بينهم علاقه طرديه، بس لازم تقول لي عند ثبوت مين؟ الزمن. ما ينفعش تقول لي طردي او عكسي الا لما تقول لي عند ثابت، في ثابت موجود. تمام؟ يعني العلاقه بين المسافه والزمن هي علاقه طرديه عند ثبات السرعه. العلاقه بين المسافه والسرعه علاقه طرديه عند ثبات الزمن. العلاقه بين الزمن والسرعه هي علاقه عكسيه عند ثبات مين؟ عند ثبات المسافه. حلو؟ تمام. طب تعالى، انت قلت لي نوعين من انواع السرعه، ايه هما يا صاحبي؟ انت قلت لي انت عندك سرعه منتظمه، وقلت لي عندي سرعه غير منتظمه. حلو. اولا السرعه المنتظمه لو حبيت اعمل علاقه ما بين مسافه وزمن، في الحاله ديت بتترسم بخط مستقيم يمر بنقطه الاصل. ليه؟ السرعه هنا سرعه ايه؟ منتظمه. بينما لو حبيت ارسم السرعه غير المنتظمه، هي عباره عن، لو انا هرسم علاقه بين المسافه والزمن، هرسمها خط منحني بالشكل ده. في الحاله ديت السرعه عندي دي سرعه غير ايه؟ غير منتظمه. يبقى الخط المستقيم اللي يمر بنقطه الاصل هي سرعه ايه؟ منتظمه. والخط المنحني اللي بالشكل اللي واخد كيرف منحنى ده هي سرعه غير ايه؟ غير منتظمه. هنا بقى تعالى نقف شويه مع بعضنا في العلاقات، وابص على ايدك فوق فيها. اولا اي علاقه في الدنيا يلزمها حاجه اسمها الميل. يلزمها حاجه اسمها ايه؟ ميل. تعال ناخدها في صفحه فاضيه لوحدها كده، معلش. سيادتك انا راسم علاقه ما بين مسافه وزمن، وعملت لك خط مستقيم يمر بنقطه الاصل وانت مغمض. نوع السرعه دي سرعه ايه؟ سرعه منتظمه، صح كده؟ تمام. سيادتك هنا اي علاقه في الدنيا لازم تحسب لها حاجه اسمها الميل. الميل ده يا شباب ليه قيمتين، قيمه رياضيه وقيمه فيزيائيه. والقيمه الرياضيه بتساوي القيمه الفيزيائيه. بمعنى ايه؟ رياضيا لو عايز احسب ميل اي خط مستقيم حاجه من اتنين، لا اما اقول له فرق صادات على فرق سينات، لا اما حاجه اسمها تان سيتا اللي هي تان الزاويه. يبقى تاني، سيادتك رياضيا لو انت عايز تحسب اي ميل خط مستقيم حاجه من الاثنين، لا تقول له فرق صادات على فرق سينات، لا اما تقول له حاجه اسمها تان مين؟ تان الزاويه. بمعنى لو انا حاطط هنا ارقام مثلا 2 4 6، عايز احسب الميل، طول ما انت بادئ من موضع الصفر من نقطه الاصل، خد اي نقطتين قصاد بعض. فانا هقول له مثلا 6 على 3 فالاثنين، 4 على الاثنين فيها الاثنين، 2 على الواحد فيها الاثنين، كده كده الميل هيدي رقم ثابت. ليه؟ عشان ده خط مستقيم. حلو. فوانت مغمض خد نقطتين، اي نقطتين قصاد بعض، يبقى الميل رياضيا هنا
اهو الميل رياضيا بيساوي كام؟ بيساوي 2. بيساوي ايه فيزيائيا؟ سيادتك اي ميل في الدنيا عندك المثلث بتاعك اهو، مسافه مسافه وسرعه وزمن. شيل اللي على المحور من القانون. لو شلت ده وشلت ده مين اللي فضل؟ فضل السرعه. يبقى الميل بيساوي مين؟ السرعه. يبقى الميل قيمته رياضيا بيساوي 2، فيزيائيا بيساوي كام؟ 7. انا اسف، فيزيائيا بيساوي الفي. في الحاله ديت الفي بتساوي كام؟ 2. ما القيمه الرياضيه بتساوي القيمه مين؟ الفيزيائيه. ده لو عندي مثلا فرق اصادات على فرق سينات، او سيادتك انا ممكن في بعض المسائل اديك زوايا. بمعنى ايه زوايا؟ اهو عملت لك خط مستقيم زي كده ورحت جاي عامل لك الزاويه دي ب 30، فانا بقول لك هات لي الميل او هات احسب السرعه. فانت بتقول لي الميل ليه قيمتين رياضيا وفيزيائيا. رياضيا انا عندي زاويه فهستخدم تان زاويه. فيزيائيا هيساوي ايه؟ شيل اللي على المحور من القانون، فضل السرعه. يعني انت عايز تقول لي هنا ان الميل بيساوي تان سيتا؟ تان 30. والتان 30 دي بتساوي مين؟ بتساوي السرعه. تان 30 على الاقل تقريبا 57% على ما اعتقد. استنى كده، ادي تان 30 يساوي، عيب عليك، عيب عليك، 57%. حلو الكلام؟ يبقى السرعه قيمتها بكام؟ ب 57 من 100. ده لو انا عايز احسب مين؟ احسب ميل خط مستقيم. اي ميل خط مستقيم في الدنيا وانت مغمض سيادتك يا محترم بتقول لي ايه؟ والله الميل له قيمتين رياضيا وفيزيائيا. رياضيا هيعمل الاثنين، لا اما فرق اصادات على فرق سينات، دي لو في ارقام، لا اما تان زاويه. وفيزيائيا شيل اللي على المحاور من قلب القانون، واللي يفضل ده اسمه الميل، واللي يفضل ده اسمه مين؟ اسمه الميل. حلو، يبقى ده بالنسبه لحاجه اسمها من خط مستقيم. سيادتك لو جيت هنا وبصيت على الخط المستقيم ده احسب له ميله عادي، مفيش مشكله عندي. اما ده خط منحنى. خط المنحنى انت تصدق مش هتتعامل معاه نهائي. بس خلي بالك، لو انا عايز اجيب اي ميل اي منحنى في الدنيا باخد مماس للمنحنى ده. المماس طبعا هيمس المنحنى في نقطه، ومن هنا باخد نقطتين قصاد بعض وابدا اقول له فرق اصادات على فرق مين؟ على فرق سينات. صعبه الكلمتين دول؟ ها، في اي مشكله فيهم؟ طب تعالى بص اللي انا هعمله لك دلوقتي وفوق فيه. ادي مسافه وده زمن. ادي مسافه وده زمن. ادي مسافه وده زمن. اولا بص يا صاحبي، مسافه وزمن يبقى انا بتكلم على مين؟ بتكلم على سرعه. حلو، السرعه دي منتظمه او غير منتظمه؟ سرعه منتظمه. هنا مسافه وزمن يبقى انا بتكلم على سرعه، بس مشكلتي ان السرعه دي سرعه غير منتظمه. طب ودي برضه سرعه غير منتظمه. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ هقول لك. تعالى كده ناخد ونكتب هنا. بص يا اخويا، دي مسافه وده زمن، يبقى انا بتكلم على سرعه ايه؟ سرعه منتظمه. يعني لو انا هرسم علاقه بين السرعه والزمن هرسمها خط بالشكل ده. الجزء ده مهم 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 قوي تفهمه. اولا مثلا لو انا هدي ارقام هنا عشان الناس تفهم بس حته صغيره، الا وهي بصوا كده معايا. مثلا ادي 2 1 ادي 4 2. لو قلت لك هات لي السرعه، فانت هتقول لي ان السرعه دي هي عباره عن مسافه على زمن. يبقى هنا 2 على الواحد فيها الاثنين، 4 على الاثنين فيها الاثنين. هنا قيمه السرعه بكام؟ ب2. السرعه هنا سرعه ايه؟
منتظمة. لما اجي ارسم علاقة بين السرعة والزمن، فانا هرسم السرعة وقيمتها ب2 وهي قيمة منتظمة بمرور الوقت. سرعتي مهما طول ما انا بتحرك، بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد 3، بعد 4، بعد 5، بعد 6، هي سرعتي ايه؟ سرعتي ثابتة. تمام؟ يبقى مسافة وزمن ومثلت بخط مستقيم تديك سرعة ايه؟ منتظمة. طب السرعة المنتظمة لو عايز امثلها علاقة سرعة وزمن، بمثلها بخط موازي لمحور الزمن. حلو؟ طب تعال على ده. السرعة هنا سرعة غير منتظمة. طب لو انا عايز اعمل علاقة، بص كده معايا، لو انا عايز اعمل علاقة ما بين المسافة ما بين فهو كده ايه في ايه؟ اهو كده. لو انا عايز اعمل علاقة ما بين السرعة والزمن، بص كده معايا. اولا لو انت عايز تجيب من اي خط مستقيم ده يا شباب، فانت بتاخد مماس. فانا باخد مماس للمنحنى ده. لو انت عايز تجيب، فانت هنا احنا قلنا الميل حايم 2 لفرق صادات على فرق سينات. هنا لو خدت مماس وعملت زاويه، ادي الزاويه اهو، وخدت المماس هنا وعملت زاويه، ادي الزاويه اهي، وانا طالع الزاويه هنا اللي ما بين الخط اللي انا بعمله ما بين المماس والمحور الافقي، الزاويه بتزيد ولا بتقل؟ الزاويه هنا عماله تزيد. فلما الزاويه تزيد الميل دايما يزيد. بمعنى لو جبت تان 30، تان 40، تان 50، تان 60، كل ما بتزود قيمه الزاويه كل ما بتزود قيمه الميل، كل ما تزود قيمه ايه؟ الميل. يبقى وانا طالع كده الميل عندك بيزيد ولا بيقل؟ لا طبعا الميل عندي بيزيد. فبما ان الميل هنا هيساوي السرعه، يبقى السرعه برضه عماله تزيد. حلو. يبقى هنا سرعه وزمن وسرعه غير منتظمه تمثل بخط مستقيم. محدش يقول لي يا مستر هنا السرعه ثابته، لا. هنا السرعه مثلا قيمتها كان ب1، دلوقتي بقت ب2، دلوقتي بقت 3، دلوقتي بقت 4، وانت ماشي بمرور الزمن بتاعك. فانت سيادتك كل شويه السرعه عماله تتغير، بس هنا بنقول عليها انها بتبدا تتغير بانتظام شويه. حلو. هنا يبقى لو راسم علاقه بين المسافه والزمن، فانا راسم علاقه خط منحنى بالشكل ده، فانت بتقول لي دي سرعه غير منتظمه. طب لو انا عايز امثل السرعه الغير منتظمه بعلاقه سرعه وزمن، بعلاقه سرعه وزمن، ايه اللي يحصل؟ بص كده معايا. لما ارسم علاقه سرعه وزمن، فانت سيادتك بتقول لي هات الميل. الخط ده يا شباب ميله كل شويه بيزيد. ليه؟ انا لو خدت مماس، خدت ايه؟ خدت مماس وخدت خط افق وحبيت اجيب الزاويه، وحبيت اخد هنا واجيب الزاويه، هلاقي ان الزاويه عندي زادت، فقيمه الميل زاد، فالسرعه زاد. فلما ارسم سرعه وزمن همثلها بخط مستقيم يمر بنقطه الاصل بالشكل ده. طب وهنا ايه الفرق ما بين ده وده؟ صلوا على رسول الله. انا هرسم برضك علاقه ما بين حاجتين، ما بين السرعه والزمن. حلو حلو. لو انا جيت خدت هنا مماس وبعد كده خدت هنا مماس، خدت هنا مماس، وجيت ابص على قيمه الزاويه اللي عندي، لو انا كل شويه الزاويه هنا كبيره بتقل بتقل بتقل، فهنا الميل عندي بيقل. فالميل لما يقل، مش الميل بيساوي تاني السيتا؟ اه يا مستر. طب السيتا هنا الزاويه بتقل، فالميل عندي بايه؟ بيقل. والميل بيساوي السرعه، يبقى السرعه برضه بيحصل لها ايه؟ بتبدا تقل، فتترسم بالشكل ده. سرعتي هنا عماله ايه؟ عماله تقل. يبقى تاني الفرق ما بين المنحنى ده والمنحنى ده في علاقه في سرعه غير منتظمه. حطها في دماغك كده. احنا قلنا في فوق ان الميل له قيمتين رياضيا وفيزيائيا. رياضيا فرق صادات على فرق سينات او تان زاويه، فيزيائيا بيساوي السرعه. لو انا ارسم علاقه مسافه وزمن، هنا انا لما جيت ارسم علاقات وعملت هنا مسافه وزمن وعملت خط مستقيم، فانت قلت لي ان السرعه دي سرعه منتظمه. عايش. حلو. السرعه المنتظمه هنا، بس هنا الخط طالع لفوق، يعني منتظمه موجبه. فلما اجي ارسم السرعه
برسمها بالشكل ده، خط موازي لمحور الزمن. ليه؟ انا لما جيت احسب السرعه طلعت ب2، بعد دقيقه سرعتي ب2، بعد دقيقتين سرعتي ب2، بعد 3 سرعتي ب2، بعد 4 سرعتي ب2. طب وهنا يا مستر انت راجل محترم بتقول لي ايه؟ بص يا مستر، اتفضل، انا هنا المنحنى بتاعي عامل كده، فانت بتقول لي عشان تحسب الميل المنحنى اللي بالشكل ده انت بتاخد مماس اهو، مماس، معلش عشان ايه؟ يلا اظبط يلا، الله يخرب بيوتكم. المماس ده يا حبايب قلبي حلو، انا لما اجي اخد مماس زي كده وادي زاويه، ادي مماس وادي الزاويه، لو بصيت على الزاويه ديت وانا طالع الميل عندي بيبدا يزداد، وانت راجل محترم قلت لي ايه؟ قلت لي يا مستر الميل هو عباره عن تان سيتا بيساوي الفي، ادي الميل، ادي الاسلوب بتاعي. سيادتك الزاويه عماله تزيد، فلما الزاويه تزيد معنى كده ان الميل زاد، الميل زاد معنى كده ان السرعه زادت، فلما اجي ارسمها برسمها ازاي؟ بص كده، برسمها علاقه سرعه وزمن، وارسمها بخط مستقيم. محدش يقول لي هنا السرعه ثابته، ليه؟ ان السرعه هنا بواحد، بقت 2، بقت 3، بقت 4، بقت 5، وانا ماشي السرعه عماله تزيد. طب وده هنا لما جيت ابص على خدت زي كده اهو، هرسمها لك تاني اهو يا محترم يا راجل يا طيب. فانت بتقول لي يا مستر بص، انت يا مستر لما تيجي تاخد ميل هتاخد مماس وده الزاويه، مماس وده زاويه، مماس وده الزاويه. فانت راجل محترم بتقول لي بص الزاويه بتقل، قلت لك كلمه الزاويه بتقل معنى كده ان الميل عندي بيقل، معنى كده ان السرعه عندي بتبدا تقل، يبقى دي برضك سرعه غير منتظمه. طب تعالى بص كده معايا على الحتتين دول، يا سلام على اللي جايه ديت، ورحت جاي عامل لك ده كده، ادي مسافه وده زمن، وعملت لك خط بالشكل ده. حلو، دلوقتي دي سرعه منتظمه ام غير منتظمه؟ دي سرعه منتظمه، بما انه خط مستقيم، بما انه خط مستقيم اي خط مستقيم يبقى منتظم. دي مسافه وده زمن، فانت بتقول لي يعني كده الميل بيساوي السرعه. حلو، الخط مستقيم يبقى دي سرعه منتظمه. طب لما احب ارسم العلاقه دي، لما احب ارسم العلاقه اللي عندي دي مسافه وزمن، اعملها اهو. هنا بقى يا باشا دي سرعه منتظمه، بس السرعه ديت في الاتجاه السالب. السرعه دي في الاتجاه مين؟ في الاتجاه السالب. احنا قلنا فوق لما يكون الخط طالع لاعلى بالشكل ده يبقى في الاتجاه الموجب، لما اعمله كده يبقى في الحاله ديت السرعه في الاتجاه مين؟ السالب. سرعه منتظمه بس بتترسم في الاتجاه مين؟ في الاتجاه السالب. حلو الكلمتين دول؟ حلو. طب لو انا عملت لك علاقه بالشكل ده، عملت لك علاقه مسافه وعملت لك علاقه زمن، ورحت جاي اعمل لك خط منحني بالشكل ده، ايه ده؟ مستر هو معلش اقرا لي العلاقه ديت. بمرور الزمن كل ما الزمن يزيد كل ما المسافه تقل. يعني ايه؟ معنى كده ان الراجل ده بيرجع لموضع بدايته تاني. اسمعني بقى في الاجابه دي، حته حلوه قوي. ده كده النقطه المرجعيه بتاعتي، المكان ده دي اسمه نقطه مرجعيه بتاعتي. حلو الكلام؟ هو المكان نقطه السكون، وانا اتحركت. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي برجع للنقطه المرجعيه. فهنا المسافه
اللي ما بيني وما بين النقطة المرجعية عمالة تقل ولا تزيد؟ عمالة تقل، ما انا راجع للنقطة دي تاني. حلو الكلام؟ فالمسافة هنا عمالة تقل بمرور الزمن. هنا يا معلم لما ارسم لك علاقة زي كده ما تستغربش من العلاقة دي. ليه ما استغربش من العلاقة دي؟ بص يا مستر، هو اولا سيادتك المرجع او النقطة او دلوقتي المسافة عمالة تقل، كده المسافة معناها عمالة تقل، معناها ايه؟ ان الجسم بيعود الى النقطة المرجعية. كده معناها ان الجسم بيعمل ايه؟ بيعود الى النقطة مين؟ الى النقطة المرجعية بتاعته. طب لو انا عايز ارسم العلاقة بتاعتي، لو انا عايز ارسم العلاقة بتاعتي اللي هي عبارة عن سرعة بقى، سرعة وزمن. بص يا صاحبي، نعم، هنا لو انا جيت بصيت الميل هنا يديني ايه؟ يديني السرعة، بس الخط ده نازل في السرعة، سرعة ايه؟ تكون في الاتجاه مين؟ في الاتجاه السالب. حلو. لما تيجي ترسمها بقى بص كده معايا، اولا اسمعني في اللي جاي ده، وانا نازل لو انا خدت مماس اهو ورحت جاي واخد خط بالشكل ده، خدت مماس وخدت كده، فالزاويه هنا، الزاويه دي زاويه منفرجه. حلو. الزاويه المنفرجه كل شويه بتزيد. كلمه الزاويه المنفرجه كل شويه بتزيد معنى كده الميل ايه اللي بيحصل له؟ تعال نبص كده مع بعض. مثلا هكتب تان 100 تساوي ب5.6، تان 120 تساوي 1.7، تان 150 تساوي 5. ايه ده؟ هو انا كل ما بزود السيتا، بزود الزاوية المنفرجة، قيمة الميل عندي بيحصل لها ايه؟ بتبدأ تقل. خلي بالك هنا انا الزاوية المنفرجة عمالة تزيد، فالميل عندي الميل بتاعي بايه؟ بيبدأ ايه؟ بيبدأ يقل. فالسرعة عندي ايه اللي يحصل لها؟ السرعة عندي برضك بتاعتي بتبدأ ايه؟ بتبدأ تقل، بس اترسمت في الجزء مين؟ في الجزء السالب. حلو؟ حلو. سيادتك خلي بالك من النقطتين دول. يبقى تاني كده يا شباب، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ارسم علاقة سرعة وزمن وعامل خط زي كده، السرعة ديت سرعة منتظمة، ولما ارسم علاقة سرعة وزمن برضك هنا سرعة، بس سرعة غير منتظمة. حلو. سيادتك هنا المسافة بتقل، كلمة المسافة بتقل أنا لسه قايل لك أهو، معنى كده إن الجسم ده بيرجع للنقطة المرجعية بتاعته. يعني إيه بيرجع للنقطة المرجعية بتاعته؟ بيرجع لموضع اللي هو بدأ من عنده الحركة. حلو. زي كده لما أنت تطلع من بيتك وأنت راجع البيت، لما وأنت راجع لبيتك المسافة اللي ما بينك وما بين البيت عمالة تقل. حلو. المسافة بتقل والزمن بيزيد، فلما أجي أرسمها برسمها بالشكل ده، مسافة وزمن، وعايز ارسم علاقة سرعة وزمن، فانا هرسمها بخط بس هنا بالسالب. طب تعالى على ده، انا قلت لك هنا دي سرعة غير ايه؟ غير منتظمة. انا عاملها كده معنى كده ان الجسم هنا بيعود الى نقطة المرجعية بتاعته. طب لو انا عايز ارسمها بقى ليه علاقة ما بينه مين؟ ما بين السرعة والزمن. هنا انت بتقول لي ان السرعة هنا سرعة سالبة. سرعة ايه؟ سالبة. سيادتك بتقولي لما بتيجي تاخد منحنى بتاعك او الميل بتاعك، فانت بتاخد مماس، فانت راجل يا محترم، راجل يا محترم، بتقول لي ايه؟ انت نازل هنا، فانا لو هاخد مماس اهو واخد المحور بتاع الافق اهو، ادي الزاويه عندي. حلو. لو انا قلت لك الزاويه دي مثلا، الزاويه دي كانت ب 100، دلوقتي بقت ب 150، دلوقتي بقت الزاويه كل شويه بتزيد. فلما جيت استخدم الاله بتاعتي وقلت جيت استخدم الآلة بتاعتي وقلت تنمية، فادتني على الآلة بسالب
تنمية ادتنا على الآلة بكام؟ يلا بسالب 5.6. لو جبت تان 150 تساوي سالب نص. حلو، يبقى هنا ديت بسالب نص وديت كانت بسالب 5.6. وانا نازل ايه اللي سيبك من السالب، السالب ده معناه اتجاه مش قيمه. لو انا نازل ايه اللي يحصل للسرعه؟ السرعه عماله تقل. كانت قيمتها في الاول 5.6، دلوقتي بقت ب4، دلوقتي ب3، وانا نازل الميل عمال يقل لحد ما وصل للنص. يبقى انا لو انا هرسم السرعه هرسمها في الاتجاه السالب، بس السرعه بتقل. يعني السرعه كانت في الاول مثلا ب5 عماله تقل 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 تقل، فتترسم بالشكل ده. حلو، يبقى دي بالنسبه لو بتكلم على جزء العلاقات، وجزء العلاقات مهم ثم مهم ثم مهم. بعد كده سيادتك لو انا عامل لك دلوقتي علاقه ما بين مسافه، لا سرعه وزمن، وعملت لك بالشكل ده كده، معنى كده ان السرعه دي سرعه منتظمه مثلا ب5 وهنا ب2. قلت لك والنبي انا عايز احسب الازاحه، فانت بتقول لي يا باشا ما المثلث بتاعي، المثلث اللي عندي اهو السرعه مسافه على زمن، يبقى المسافه بتساوي ايه؟ سرعه في زمن. السرعه عندي بكام؟ ب5، والزمن عندي بكام؟ ب2. 2 في 5 بكام؟ ب10. يبقى الازاحه عندي طلعت بكام؟ طلعت ب10. هنا يا شباب المساحه او الازاحه هي المساحه اسفل المنحنى. الازاحه هنا عباره عن ايه؟ المساحه اسفل ايه؟ المنحنى. الميل هنا بيتحسب بازاي؟ بيتحسب بالمساحه اسفل المنحنى. بمعنى ايه؟ لو انا جبت لك في الامتحان علاقه سرعه وزمن والناس صحصح معايا في الحته دي، مهمه 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 مهمه. لو جبت لك في الامتحان علاقه سرعه وزمن وطلبت منك الازاحه، وطلبت منك ايه؟ الازاحه، يبقى وانت مغمض الازاحه هي المساحه اسفل المنحنى. يعني ايه المساحه اسفل المنحنى؟ انا دلوقتي عندي اهو كتبت لك هنا سرعه وكتبت لك هنا زمن، ورحت جاي عامل لك منحنى بالشكل ده. وقلت لك في الشكل المقابل، في الشكل المقابل اوجد الازاحه. اول ما تلاقي سرعه وتلاقي زمن ويطلب منك ازاحه، اذا الازاحه هي عباره عن المساحه اسفل المنحنى. اول ما تلاقي سرعه وزمن وطلب منك الازاحه، فانت هتقول له اللي هي المساحه اسفل مين؟ اسفل المنحنى. اجيبها ازاي؟ صلى على رسول الله. ادي المنحنى بتاعي، انا عايز المساحه دي كلها. بص دايما المساحه اسفل المنحنى هيتقسم. الشكل لو عندك مش مظبوط اقسمه نص مستطيل مثلا والتاني مثلث. يعني انا هاجي هنا كده، بص كده معايا، وهاجي على ده كده واقول له ان الجزء اللي انا هظلله ده كده بالشكل ده، ده مثلث. الجزء اللي انا ظللته ده مثلث، والجزء ده مستطيل. هجيب مساحة المثلث لوحده واجيب مساحة المستطيل لوحده واقول له هي المساحة اسفل المنحنى. بمعنى ده كده هقول له ده مستطيل طول في عرض، 2 في 4 بكام؟ ب8، يبقى المساحة دي ب8. هاجي هنا واقول له ده مثلث، ماله المثلث؟ المثلث مساحة المثلث سيادتك عارفه وحافظه هي عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع. هو عبارة عن نص القاعدة فين؟ حلو. قاعدتي من 2 ل4، القاعدة دي كلها بكام؟
من 2 ل 4 ب2، يبقى اقول له نص في 2. القاعده عندي ب2. في الارتفاع عندي من 0 ل 4، يبقى الارتفاع عندي ب4، يبقى نص في 2 ب1، ف4 ب4. يبقى مساحة المستطيل ب8 ومساحة المثلث ب4، اجمعهم على بعض. تاني، يبقى هقول له كده جبت مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، وجبت مساحة المستطيل، قلت طول في عرض، انا عايز المساحة كلها، هجمع 8 زائد 4 بكام؟ ب12. يبقى اذا الازاحة بتساوي 12 متر. يبقى دايما يا شباب لو جايب لي في الامتحان علاقة سرعة وزمن، علاقة سرعة وزمن، فانت راجل محترم بتقول لي العلاقة هنا هي لو طلب مني الازاحة، فانت بتقول لي الازاحة ايه؟ هي المساحة اسفل مين؟ اسفل المنحنى. ماشي. بعد كده صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزء العلاقات ده مهم ثم مهم ثم مهم ثم مهم. تعال نبص كده على بعض المسائل في كتاب الامتحان. بقول لك ايه؟ اختر يجري عداء في مسار مستقيم بمسافة، يبقى ده الدي، في زمن، يبقى ده التي. عايز السرعة، يبقى السرعة هي مسافة على زمن. مسافة عندي ب20 على الأربعة، 20 على الأربعة فيها الكام؟ فيها الخمسة. سؤال سهل. تعال نبص على ده كده. بقول ايه؟ في الشكل المقابل يمثل العلاقة بين السرعة التي يتحرك بها الجسم فإن الإزاحة. أنا راسم هنا يا صاحبي سرعة وراسم هنا زمن. حلو أوي. طالب مني إيه؟ الإزاحة. طول ما المحاور عليها السرعة وزمن يبقى الإزاحة هي المساحة أسفل المنحنى. تاني، طول ما العلاقة سرعة وزمن وطلب مني الإزاحة يبقى الإزاحة هي عبارة عن المساحة أسفل المنحنى. بمعنى إيه؟ أدا المنحنى بتاعه، أنا عايز المساحة اللي تحت وأنا عايز ده كله. إيه ده؟ الشكل عندي مثلث؟ يبقى نص القاعدة من 0 ل 4 ب4. في الارتفاع عندي ب16. يبقى على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين، 2 في 16 تقريبا ب 32. حلو. يبقى انت سيادتك وانت مغمض، انت راجل محترم بتقول لي ايه؟ بتقول لي يا مستر 32 ولا كام؟ استنى، هي دي بكام؟ صلى على رسول الله. استنى نمسح لها كده عشان ايه؟ هو عايز ايه؟ خلال اول 3 ثواني، اول 3 ثواني لحد هنا يعني. معلش انا حسبت المساحه كلها لحد هنا. ماشي. فانت يا محترم عايز الازاحه خلال اول 3 ثواني؟ فانت راجل محترم بتقول لي ايه ده؟ سرعه وزمن؟ يبقى اقول له مساحه اسفل منحنى. مساحه اسفل منحنى يبقى نص القاعده عندي من 0 ل 3. ليه لحد 3؟ عشان هو قال لي اول 3 ثواني. في الارتفاع عندي لحد 12 يبقى نص في 3 في كام؟ في 12. نص ال3 ب1.5، 1.5 في 12 بكام؟ ب18. يبقى طول ما في سرعة وزمن يا شباب وطلب منك إزاحة يبقى على طول مساحة أسفل إيه؟ أسفل منحنى. ماشي. بقول لك إيه؟ الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة لثلاثة طلاب A و B و C يتحركون في خط مستقيم. حلو. هنا الميل يديك إيه يا صاحبي؟ وأنا مغمض. الميل هنا يتحسب بتان سيتا، وتان سيتا هتساوي مين؟ السرعة. هنا أدا زاوية الA، أدا زاوية الB، أدا زاوية الC. هنا الزاوية بتزيد. الزاوية الحادة كل ما بتزيد كل ما الميل بتاعها بيزيد. فالميل عندي يبقى السيتا زادت يبقى الميل بيزداد. طب الميل لما يزيد يبقى السرعة عندي بتزيد. يبقى مين أكبر سرعة؟ هو الجسم C.
مين بعده هو الجسم B، مين بعده هو الجسم A. تعال نبص على الشكل ده يا صاحبي، فوق معايا وصحصح في اللي بيتقال. حلو، شفت العلاقة ديت؟ مالها العلاقة دي؟ على هادي واحدة واحدة. أولا مين ده بيعبر عن دول؟ تعالى نمسكها نقطعها حتة حتة. حلو السؤال ده يا مستر. نعم، ده كده المسافة بتقل بس في الجزء ايه؟ السالب. حلو، يبقى السرعة بتكون في الجزء ايه؟ السالب. بس يا مستر ده خط مستقيم. خط ايه يا صاحبي؟ خط مستقيم، يبقى السرعة سرعة منتظمة. حلو قوي. قيمة السرعة هنا بكام؟ بص كده معايا، 4 على 2 فهالاتنين، يبقى قيمة السرعة عندي ب2. قيمة السرعة عندي بكام؟ ب2. بس في الحالة ديت السرعة منتظمة لحد الثانية 2، لحد الثانية 2 اهو. هعمل السرعة كده بالشكل ده، خط مستقيم بالشكل ده. حلو، من هنا لهنا ده كده الجسم ساكن، الجسم ما اتحركش لحد قبل الثانية 5. يبقى هي هنا كده كلمة الجسم ما اتحركش اهو، يعني سرعته بصفر. ادي سرعته بصفر لحد الثانية كام؟ لحد الثانية 5. حلو، او قبل 5 بشوية. كام؟ لحد الثانية 4. لحد الثانية 4. بعد كده ايه ده يا مستر؟ انا اهو. بص كده ايه اللي بيحصل؟ السرعة هنا الجسم عمال هنا خط مستقيم، وخط مستقيم طالع لفوق، يبقى بالموجب، يبقى السرعة تترسم في الجزء الموجب. بس السرعة هنا كبيرة. حلو، والسرعة هنا خط مستقيم، يبقى سرعة منتظمة بكام بقى؟ قيمتها بكام عشان تتحسب مظبوط؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بادئ من ايه؟ من -4 لحد 6. صح؟ من -4 لحد 6. ادي 6 و4 10. صح؟ 6 و4 10. يبقى المسافة اللي انا مشيتها كلها ب10. تعال نحسب السرعة. هي مسافة على مين؟ هي مسافة على زمن. المسافة من اول هنا لحد هنا ادي 4 وادي 6، يبقى بكام؟ ب10. ومحدش يقول لي -4، مفيش مسافة بالسالب، ده اتجاه. ماشي. الزمن انا من اول فين لفين؟ من اول 4 لحد 6، يعني ب2. 10 على 2 فيها الكام؟ فيها الخمسة ونص. يعني 5 ونص. ايه 10 على 2 فيها الخمسة. يبقى قيمة السرعة عندي هنا بكام؟ ب5. هاجي هنا واروح جاي عند الخمسة كده واعمل ايه؟ خط مستقيم. تاني، صلى على رسول الله. من الاسئلة اللذيذة والحلوة، اسمعني تاني فيها اهو. فاكرين الرسومات اللي احنا كنا لسه واخدينها؟ صاحبي، فاكر الرسومات اللي انا لسه شارحها دلوقتي في العلاقات دي كلها؟ اهو، لو الخط طالع، لو السرعه اهو، بص كنت كاتب لك ايه ده؟ المسافه بتقل. يبقى السرعه هنا سرعه منتظمه بس تترسم في الجزء الموجب. حلو سيادتك. جيت انا هنا في السؤال ده ورحت جاي عامل لك الرسمه دي، فانت بتقول لي بص يا مستر، من 0 لحد -4 خدت ثانيتين. هنا ده خط مستقيم، اذا السرعه سرعه منتظمه. عاش يا حبيب قلبي. كلمه السرعه منتظمه يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو انا عايز احسب السرعه هي مسافه على زمن، 4 على 2 فيها ال2، يبقى السرعه عندي بكام؟ السرعه عندي ب2. بس السرعه هنا سرعه ايه؟ منتظمه، بس هرسمها في الجزء السالب عشان هي في السالب، فانا تترسم في الجزء السالب اهو. هاجي هنا كده واروح جاي راسمها في الجزء السالب اهو ب2 لحد الثانيه 2. لحد الثانيه 2 اهي، انا هرسم كده سرعتها اهو، قيمتها ب2 لحد الثانيه 2. بعد كده من هنا لهنا ده الجسم ده ما اتحركش، يبقى الجسم ساكن. يبقى الجسم الساكن لما احب ارسمه اهو سرعته بصفر اهو لحد الثانيه كام؟ لحد الثانيه 4. بعد كده من الثانيه 4 لحد الثانيه 6 انا ماشي طالع لفوق، يبقى السرعه هنا تترسم في الجزء الموجب. حلو.
بس تعالى على هادي كده وصلوا على رسول الله. انا عايز احسب السرعه، هي مسافه على زمن، مشيت 4 ومشيت 6 يبقى انا مشيت 10 على من الثانيه 4 للثانيه 6 يبقى بثانيتين، 10 على 2 فيها الخمسه، يبقى اجي هنا عند السرعه لما تكون بخمسه واجي كده وارسم خط مستقيم لحد الثانيه كام؟ لحد الثانيه 6. يبقى انا لو هي بص الف صح. بعد كده انا يا شباب الجسم عندي لما يتحرك بسرعه متغيره فإن عندي هنا لفظين، لفظ يسمى بالسرعه اللحظيه ولفظ تاني بيسمى بالسرعه المتوسطه. تاني، السرعه المنتظمه خلصت منها. السرعه المتغيره هي عندما يتحرك الجسم عندما يقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه او العكس. بس هنا بقى السرعه المتغيره لها لفظين، لا اما اقول له سرعه متغيره لحظيه وسرعه متغيره أو بلفظ تاني اسمها متوسطه. حلو. سرعه الجسم في فتره او في لحظه معينه بنسميها سرعه لحظيه في اللحظه دي. اما بسرعه عامه سرعه الجسم، يعني انا ماشي دلوقتي بسرعه 10، بعد كده بقيت 30، بعد كده بقيت 50، بعد كده قليت بقيت 3، بعد كده زدت، انا ماشي بسرعه متغيره. طب هنا بقى لو انا سالتك وقلت لك انت ماشي بسرعه كام، فبتقول لي والله بتقول لي تقريبا، فاسمها سرعه متوسطه، تسمى سرعه ايه؟ متوسطه. السرعه المتوسطه بيبقى رمزها في وعليها شرطه من فوق، ده رمز السرعه مين؟ السرعه المتوسطه. تعال نعرف يعني ايه سرعه لحظيه ويعني ايه سرعه متوسطه. السرعه اللحظيه هي سرعه الجسم عند لحظه معينه، عند لحظه ما. في اللحظه دي سرعتك بكام؟ دي اسمها سرعه لحظيه، وتعرف بانها المعدل الزمني للتغير في الازاحه عندما تؤول او تقترب الفتره الزمنيه للتغير الصغير. لما يكون الفتره الزمنيه فتره قليله قوي، يعني مثلا مسكت قلم وحدفته في دماغك، قلم خبط في دماغك، في اللحظه دي بقى فتره زمنيه قليله، في اللحظه ما القلم خبط في دماغك، انا سرعه القلم بكام؟ اسمها سرعه لحظيه. طب بالنسبه للسرعه المتوسطه، سمعت الكلمه دي في ثالثه اعدادي؟ هي الازاحه الكليه مقسومه على الزمن مين؟ الكلي. يبقى تاني، السرعه اللحظيه هي سرعه الجسم في لحظه معينه لما الفتره الزمنيه تقترب او تكون صغيره. حلو الكلام. حدفت حجر في بركه ماء في اللحظه اللي هو لمس فيها الميه، احسب السرعه. السرعه دي اسمها سرعه ايه؟ لحظيه في اللحظه دي. اما مثلا انا مسافر من هنا لاسكندريه، من هنا لاسكندريه انا مستحيل امشي بسرعه منتظمه، سرعتي سرعه غير منتظمه. في الحاله دي سرعتي عماله تزيد وتقل تزيد وتقل تزيد وتقل. فلما انت سيادتك تشرفني وتقول لي مالك يا مستر انت جاي بسرعه كام، فاقول لك والله تقريبا انا كنت العربيه ماشيه على سرعه 100. هل العربيه طول الطريق ماشيه بسرعه 100؟ لا طبعا. فانا بقول لك دي سرعه ايه؟ متوسطه، تسمى سرعه ايه؟ متوسطه. المتوسطه هي مسافه كليه على زمن ايه؟ على زمن كلي. طب تعال، انت قلت لي الاثنين في اساسهم سرعه متغيره، صح؟ الاثنين في اساسهم سرعه ايه؟ متغيره. يعني لما اجي ارسم العلاقه، حلو، تعالى هناخد هنا ايه فصلت زي ما العيال فصلت، وما تغسل وشك يلا الله يخرب بيوتكم. سيادتك عندي سرعه تسمى سرعه لحظيه، وعندي سرعه تانيه تسمى سرعه متغيره، انا اسف متوسطه. الاتنين دول بيعبروني عن السرعه مين؟ بيعبروني عن السرعه تسمى بالسرعه المتغيره. بما انها سرعه متغيره، طب بص 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 اهو ونفس الكلام اهو، هما الاتنين سرعه متغيره اهو، مسافه وزمن. بس هنا بقى تفرق بقى في حته الميل. صلوا على رسول الله. تتعين السرعه اللحظيه عند لحظه ما برسم مماس للمنحنى
عند نقطة تقابل هذه اللحظة. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز احسب سرعتي اللحظية عند الثانية لما تكون مثلا الثانية 4 في اللحظة دي، فانا هروح جاي عند النقطة هنا واروح جاي واخد مماس. واخد ايه؟ مماس. يبقى تتعين السرعة اللحظية عند لحظة ما برسم منحنى عند النقطة التي تقابل هذه اللحظة. عند النقطة التي تقابل هذه مين؟ هذه اللحظة. يبقى عند الثانية 4 أنا عايز أحسب، لا عايز أحسب سرعتي عند الثانية 4. الثانية 4 دي بس دي سرعة لحظية، بروح جاي واخد مماس وروح جاي واخد نقطتين على المماس وجايب منها الميل. في الحالة دي الميل عندك بيساوي السرعة. الميل عندي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي السرعه. هقول له والله فرق سطات على فرق سنات. حلو. خلي بالك انا في الامتحان مش هخليك تعمل دي عشان تريح دماغك بس مني. ان انت لو جيت تعمل مماس كل واحد فيكم في اللجنه بتاعتك هتلاقيه عامل مماس غير التاني، واللي عامل ده ومطلع ارقام والدنيا هتبقى زيطه. فانا بقول لك مش هخليك تحسبها. سهله وبسيطه ومش هخليك تحسبها، بس تبقى فاهم دي سرعه متغيره اترسمت بمنحنى. بس السرعة المتغيرة دي أنا عايز أحسب سرعتي عند لحظة معينة فتسمى بالسرعة اللحظية. عند اللحظة 4 فهي حاطط عند اللحظة 4 عند الثانية 4 وأعمل مماس وآخد نقطتين من إيه؟ من على الخط المماس اللي أنا عامله، فأنا جبت السرعة. أما السرعة المتوسطة مالها؟ هتوصل خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية أهو. يبقى تتعين السرعة المتوسطة برسم خط مستقيم يصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية، واجيب من الخط ده، من الخط المستقيم اللي انا هرسمه بين موضع بدايتي وموضع نهايتي، يسمى بالسرعة المتوسطة. يسمى بالسرعة مين؟ المتوسطة. حلو. امتى تتساوى السرعة اللحظية مع السرعة المتوسطة؟ امتى السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة؟ قال لي عندما يتحرك بسرعة منتظمة في خط مستقيم. لو انت ماشي بسرعة منتظمة في خط مستقيم، السرعة اللحظية بتساوي السرعة مين؟ بتساوي السرعة المتوسطة. ماشي. تعال نحل بعض الأسئلة كده معلش. ماشي، نحل الأسئلة ديت ونشوف الدنيا فيها ايه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كده في حصة هتنزل لوحدها حل أسئلة كتاب الامتحان وحل أسئلة الملزمة بتاعتي. ده واجب بتاعك. الواجب بتاعك هنزله لك محلول إن شاء الله بعد ما الفيديو ده تذاكره بيوم أو حاجة زي كده. هتلاقي الفيديو عندك برضه نزل لك في حل كتاب الامتحان كامل وفي حل أسئلة الملزمة بتاعتنا. بقول لك إيه؟ السؤال ده صح؟ خش على السؤال ده مثلا. اثبت يلا. يتحرك جسم في خط مستقيم فقطع مسافة إكس بسرعة متوسطة V، ثم قطع مسافة 4x بسرعة متوسطة 2V، فإن السرعة المتوسطة لجسم خلال حركته. يا سلام. شوف بص السؤال. سؤال حلو. بقول لك يا صاحبي، جسم يتحرك، تعالى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لي جسم يتحرك في خط مستقيم مسافة اكس. انا مشيت مسافة اهو، مقدارها كام يا عم؟ مقدارها اكس، بسرعة متوسطة مقدارها في، يبقى السرعة المتوسطة في. بعد كده انت مشيت مسافة 4x، بعد كده مشيت 4x، المسافة اللي انا مشيتها ب4x. حلو. وكانت السرعة المتوسطة بتاعتك بV. انا عايز احسب السرعة المتوسطة للجسم كله. اوعى تستغرب وتقول لي V وV يبقى 2V، او دي 2V اصلا. ما تقوليش V و2V يبقى 3V يا غبي. ما اجيبها ازاي؟ تعال اقول لك. اولا يا صاحبي، عشان تحسب اي سرعة متوسطة في الدنيا هي عبارة عن مسافة كلية او ازاحة كلية على زمن كلي. اي سرعة متوسطة في الدنيا ازاحة كلية على زمن كلي. هل انت عندك الازاحة الكلية؟ عندي الازاحة الكلية x و4x.
يبقى بكام؟ ب5 اكس على. هل انت يا ابو الصحاب عندك الزمن الكلي؟ لا. هنا بقى هروح احسب كل زمن فترة لوحدها. الزمن مش بيساوي ايه على ايه؟ مسافة على سرعة، صح؟ مسافة على مين؟ مسافة على سرعة، ده الزمن. يبقى المسافة باكس والسرعة بفي. طب والزمن ده هو عبارة عن 4 اكس على 2 في، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين. طب انا دلوقتي يا صاحبي عايز اجمع زمن واحد وزمن اتنين، ما هو الزمن الكلي هنا اكس على الفي زائد هنا 2 اكس على في، يبقى يديك 3 اكس على مين؟ على في. يبقى الزمن الكلي مقداره كام على كام؟ 3 اكس على مين؟ 3 اكس على في. شيل الزمن ده وحط مكانه 3 اكس على الفي، الاكس تروح مع الاكس، مقام المقام بسط، يبقى تديك 5 على 3 في. تاني السؤال، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مشيت مسافة اكس وسرعتي في، بعد كده مشيت مسافة 4 اكس وسرعتي ب 2 في. انا بسألك على السرعة المتوسطة، فانت بتقول لي السرعة المتوسطة ازاحة كلية على زمن كلي. حلو. الازاحة كلها بكام؟ انا مشيت اكس و4 اكس، يبقى مشيت 5 اكس. الزمن الكلي مش عندي، مش عندي، اعمل ايه؟ مش بايدي. طب احسبه ازاي؟ مش انت عندك في فترة احسب زمنها والفترة التانية احسب زمنها واجمع الزمن الكلي. اكس على في، وهنا 4 اكس على 2 في ب 2 اكس على في، يبقى اكس على في زائد 2 اكس على في ب 3 اكس على في، يبقى الزمن الكلي ب 3 اكس على مين؟ 3 اكس على في. يبقى انا هشيل ده واحط مكانه 3 اكس على في، اطير الاكس مع الاكس ومقام المقام بسط، يبقى 5 على 3 في. يبقى دي بالنسبه للسؤال بتاعك. السؤال اللي بعده. حلو الكلام ده. بقول لك ايه في السؤال؟ اختر الشكل المقابل الذي يوضح العلاقه بين الازاحه لجسم. بقول ايه؟ اختر الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين إزاحة الجسم يتحرك في خط مستقيم وزمن t. فإن السرعة المتوسطة للجسم في الفترة من t1 لحد t5، أدا t1 وأدا t5. هو أنت يا صاحبي عشان تجيب السرعة المتوسطة بتاخد إيه؟ بتاخد خط مستقيم من موضع بدايتك لموضع نهايتك. حلو الكلام. أدا خط مستقيم أهو بين البداية والنهاية، واحسب ميل هذا الخط المستقيم. حلو. ميل الخط ده يتحسب ازاي؟ بص كده معايا. انا بادئ من هنا، صح؟ بادئ من عند الثانية 1. عند الثانية 1 كانت الازاحة عندي ب10، وصلت ل50، يبقى السرعة المتوسطة هي ازاحة على زمن من 10 ل50، يبقى ب40 على الزمن بتاعك. خدته من كام لكام؟ خدته من 1 لحد 5، يبقى خدت 4 ثواني، يبقى 40 على 4 فيها 10، يبقى الازاحه عندي بكام؟ ب10 متر لكل، او السرعه المتوسطه ب10 متر لكل ايه؟ كل ثانيه. يبقى انا لما اجيب لك هنا واطلب منك حاجه اسمها سرعه متوسطه، اعمل خط مستقيم واصل بين البدايه والنهايه. عملت خط مستقيم واصل بين البدايه والنهايه من اول الثانيه 1 لحد الثانيه لحد الثانية 5. بادئ من 1 ل5 يبقى الزمن ب4. بادئ عند الثانية 1 كانت الإزاحة ب10، وصلت ل50 يبقى الإزاحة ب40. بعد كده أي النقاط الموضحة بالشكل تكون عندها أكبر سرعة؟ تتوقع أكبر سرعة فين؟ عند أنهي نقطة يا صاحبي؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قايلين واحنا بنشرح في المنحنى ان المنحنى ده طالع لفوق، فالسرعه عندي كل ما بطلع كل ما السرعه عندي بتزيد، ميل الخط بيزيد فالسرعه بيزيد، يبقى اكبر سرعه المفروض عند النقطه دي.
فين النقطة التي يكون عندها الجسم ساكن؟ الجسم ساكن عند النقطة ايه؟ هو عايز اكبر اهو. شكرا. هنا الشكل المقابل يوضح العلاقة. الشكل المقابل يوضح العلاقة بين إزاحة الجسم يتحرك في خط مستقيم وسرعة متوسطة خلال المرحلة A B C. هي 4. السرعة المتوسطة عندي قيمتها ب4، فتكون السرعة اللحظية عند النقطة X. حلو قوي. أنا عايز أحسب السرعة اللحظية عند النقطة مين؟ عند النقطة X. مفيش مشكلة. ما تيجي ناخدها كده فترات. أولا دي سرعة، دي مسافة، ودي زمن. هو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب السرعة اللحظية عند الفترة مين؟ عند الفترة ماشي، عند الفترة X. أولا في الفترة من A ل C، الفترة دي كلها من A، أنا بقول في الفترة أو السرعة من A إلى C. هي السرعة هنا من A ل C مش بيساوي مسافة على زمن؟ المسافة هنا بكام؟ بدي 1، والزمن هنا بكام؟ ب3T. دي السرعة من فترة من A إلى مين؟ إلى C. طب بص كده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هو مش مدي أرقام هنا على الهادي واحدة واحدة. أنا دلوقتي عايز أحسب سرعتي. ده هو تعالى كده، معلش هرسمها لك كده تاني. بص يا صاحبي، انا جايب لك ده كده، وجايب لك هنا مسافه، وجايب لك هنا زمن، وعامل لك الرسمه دي كده، كاتب لك هنا A، هنا B، هنا C، وجايب لك ده كده B اسمها دي 1، وجايب لك ده اسمه T، وده 2T، وده ب3T. وانا قلت لك في سرعتك من فتره من A الى C ب4 متر لكل ثانيه. حلو. فانت بتقول لي السرعه من A الى C بتساوي مسافه على زمن. طب سرعتي هنا ب4 تساوي المسافه اسمها دي 1 على الزمن لحد هنا اسمه 3T. يعني الدي 1 هعمل مقص هو عباره عن 4 في 3 ب 12. 4 في 3 بكام؟ ب 12. حلو. يبقى اقول له هنا في الحاله ديت ان ازاحه دي 1 هي عباره عن 12 تي. هي عباره عن 12 مين؟ تي. يبقى هنا دي كده ب 12 تي. جبتها ازاي؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مديك سرعتك من A الى C، فانت بتقول لي ان السرعه من A الى C هي مسافه على زمن، فالسرعه ب4 والمسافه اسمها دي 1، والزمن من A الى C ب3T. يبقى الدي 1 بس، الدي 1 عندك قيمته بكام؟ ب12T. طب انا عايز احسب سرعتي في الفتره عند النقطه ايه؟ لو انت بصيت كده وكبرت لك الرسمه دي كده، بص لو كبرتها لك كده، انا مطلع ان الدي 1 ديت قيمتها كام؟ مطلعها ب 12T. طب ده واخده مربع واحد، يبقى كام تي؟ المربع ده دي ب 12، يبقى المربع ده ب6. يبقى المربع اللي عندي ده قيمته بكام؟ ب6. يبقى هكتب هنا عند النقطه دي كده، هكتب هنا 6 تي، وعند النقطة ديت هكتب هنا نص تي. ليه نص تي؟ صلوا على رسول الله. بصوا كده معايا، بصوا يا شباب، انا مكبرها لك اهو على اخر. انا مطلع ده كده ب 12 تي، يبقى المربع ده كده ب 6 تي. ده كله
بتي واحدة هنا، يبقى ده كده بنص تي. طب انا عايز السرعة، هقول له مسافة على زمن. السرعة مسافة بكام؟ المسافة ب6 تي، والزمن عندي بنص تي. التي تروح مع التي، 6 على النص فيها ال 12. اذا سرعتي عند النقطة اكس بكام؟ ب 12. ماشي. بعد كده صلوا على رسول الله. بيقول لك ايه؟ يمثل منحنى الازاحة والزمن المقابل لحركة فتاة في خط مستقيم بداية من منزلها الى عودتها. ادرس الشكل. بقى المرحلة التي توقف فيها الفتاة، يبقى هنا ده كده جسم ساكن، يبقى اهو في المرحلة بي سي وقفت، وفي المرحلة دي اي برضك وقفت. ما هي أكبر سرعة تتحرك بها الفتاة؟ صلوا على رسول الله. تعالى بص بقى، نريح دماغنا. هنا مسافة على زمن، 2 على 2 يبقى سرعتي ب1. هنا جسم ساكن، أنا اتحركت في الفترة من سي إلى دي. من سي كان الزمن ب4، وصلت لدي الزمن كان ب5، يبقى الزمن هنا ب1. مشيت من 2 لحد 3، يبقى السرعة 3 من 2 لحد 3 ب1. 1 على 1 فيها الواحد. بعد كده وقفت، اتحركت من ايه، رجعت ده كله، خدت زمن من 6 ل 8، يبقى الزمن اللي انا خدته ب2، والمسافة اللي انا رجعتها 3، يبقى الفي بتساوي 3 على الاتنين فيها الواحد والنص. يبقى اكبر فترة زمنية من الاي للاف. اكبر فترة زمنية عندي من الاي لمين، او اكبر سرعة عندي من الاي لمين، لاي لاف. ماشي، اللي هي بواحد ونص. لماذا تكون السرعة التي عادت بها الفتاة سالبة؟ ان ايه بالسرعة هنا قيمتها بالسالب؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان انا عندي هنا، انا قلت لك لما الازاحة تكون بالشكل ده، يبقى الجسم ده بيرجع للموضع او النقطة المرجعية بتاعته، فالاشارة بتاخد اشارة ايه؟ بتاخد اشارة سالبة. او بالبلدي كده، او انا راجع انا بتحرك في عكس الاتجاه، كلمة في عكس الاتجاه يبقى تاخد اشارة ايه؟ سالبة. احسب السرعة المتوسطة، هي مسافة كلية على زمن كلي، او ازاحة كلية على زمن كلي. انا رحت ورجعت، يبقى الازاحة كلها بصفر، والزمن الكلي ب8، يبقى صفر على 8 فيها الكام؟ فيها الصفر. تعالى هنا، انا عايز السرعة اللحظية. الشكل المقابل يعبر عن علاقة بين سرعة وزمن. اوجد السرعة اللحظية بعد 24 ثانية. 5 كام؟ 25. في الثانية 25 اهو، في الثانية 25 كانت سرعتي ب10، يبقى لا ده لا ده. طب انا عايز السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة خلال 25 ثانية. السرعة المتوسطة يا مستر ازاحة كلية على زمن كلي. طب الازاحة الكلية يا مستر، نعم انا عايز 25 ثانية لحد 25. الازاحة الكلية يا مستر تتحسب ازاي؟ مش دي سرعة ودي زمن؟ الازاحة هي المساحة اسفل المنحنى. فانا هقسم الشكل اللي عندي ده الى مستطيل ومثلث. مثلث نص القاعدة في الارتفاع، والمستطيل طول في عرض. القاعدة عندي من 0 ل10، يبقى نصها ب5، والارتفاع عندي ب10 يبقى 50. طب والمثلث خلاص ب50. طب والمستطيل من 10 ل 25 يعني 15. 15 في 10 يعني ب150، اجمعهم يبقى الازاحة كلها ب200 على الزمن الكلي اللي هو ب25. 200 على 25 فيها 8، يبقى الإجابة مين؟ الإجابة ج. بعد كده إن شاء الله في محاضرة لوحدها كده بإذنك يا رب هنحل مع بعض أسئلة الملزمة وأسئلة الكتاب بتاعنا بإذنك يا رب. المحاضرة كانت حلوة، وركز في العلاقات والرسومات البيانية اللي عندك وصح فيها. افهمها وراجع على الفيديو مرة واثنين وثلاثة، واللي انت عايزه احنا معاك وسند ليك طول السنة ان شاء الله. وان شاء الله انتظر ان شاء الله على يوم الاربعاء ويوم الخميس ان شاء الله فيديو حل اسئلة كتاب الامتحان واسئلة واجب الملزمة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.